السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم الجبن المنزلي بطريقة سهلة، بدون متاعب، كيوجد في وقت قصير. كيف ما كتشاهدوا في الصور، ما شاء الله كيجي زوين وشاد في راسو. الطريقة جد سهلة. بسم الله. نبداو بالمقادير وبطريقه التحضير. عندي هنا البنات 2 لتر ديال الحليب ديال العبار اولا ديال البقره كيف ما كنقولوا، وعندي نص كاس ديال الخل ابيض عادي. هنا البنات غادي كنحط هذاك الحليب فوق البوطه حتى كيغلى كيف ما كتشاهدوها، وبان لكم يعني شويه بدا كيسخن. ومن بعد فاش كيسخن البنات كنخليه حتى كيبدا يطلع، كيف ما كنقولوا حنايا الرغوه ديالو، اولا كيبغي يفيض كيف ما كيبان لكم. صراحه البنات كيجي هذا الجبن زوين. وضفت هنايا البنات القليل ديال الملح. بالنسبه للملح كيبقى اختياري، اللي بغى يدير الملحه يديرها، اللي ما بغاش يخلي على حساب الذوق، يعني بغى يديروا مسوس يديروا، ما بغاش يدير الملحه عادي. هنا كيف ما كتشاهدوا كنخليه حتى كيغلي مزيان اولا كيطلع هذيك الغليه ديالو. كنضيف هذاك نص كاس ديال الخل. كيف ما سبق وذكرت لكم، دابا من بعد ما غلى مزيان انا ضفت نص كاس ديال الخل. دابا البنات فاش كنضيفوا داك نص كاس ديال الخل كيبدا الحليب كيتقطع. شفتوا؟ دابا غادي نخليه حتى يتجمع، غادي نبقى مع التحريك هكا
حتى كنحس به صافي كيبقى فحال الماء، كيولي داك الحليب صافي يبقى فحال الماء. شفتو ولا صفر بحال الماء. دابا ها هو تقطع مزيان، يعني صافي تجمع هذاك الجبن. غادي نطفي البوطه وكنحيدو من فوق البوطه، وكندوز دابا البنات باش كنصفيه. غنديرو هنا في هاد الصفايه، وغادي نخليه حتى يتسقطر مزيان. دابا غنخليه ليله كامله، اولا على حسب الا درتيه في الصباح راه يقدر في العشيه يوجد. ديريه في الثلاجه كيف ما كتشاهدوا. كنبقى حتى كنديرو في هاد الصفايه كامل. شوفوا البنات صافي هنا بقى غير الماء، والجبنه ديالي كلها خليتها في هاد الشبيكه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ينال اعجابكم هذا الفيديو، وما تنساوش تخلوا لي التعاليق الزوينه ديالكم. شوفوا الجبن كيفاش كيجي، ما شاء الله كيجي غزال. نتمنى تجربوا هاد الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.